رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة تعتبر من أهم حلقات موسم رمضان 2026 لأني هعرفك فيها القائمة الرسمية والنهائية لجميع مسلسلات رمضان 2026، وكمان هعرفك كل حاجة تخص كل مسلسل بقناة عرضه، ومفيش أي مسلسل من اللي هتسمعه النهاردة مش موجود في الموسم، ومفيش أي مسلسل جديد هينضاف عليها. فعلشان كده بقولك دي القائمة النهائية والشاملة، فأتمنى منك بقى إنك تتابع معايا الفيديو للنهاية، وكمان تنزل تدعم الفيديو بلايك. ويلا بينا نصلي على النبي ونبدأ حلقتنا. اول مسلسل معانا في حلقتنا النهارده واللي طبعا انا متحمس له بشكل كبير جدا، وهو مسلسل جراب الحاوي اللي هيكون من بطولة الفنان محمد سعد، واللي هيعود بيه مرة تانية لدراما موسم رمضان 26. وكان اخر اعماله كان مسلسل الحاج اكسلانس اللي تم عرضه في موسم رمضان 2023. مسلسل جراب الحاوي هيكون من بطولة الفنان محمد سعد ومنى فضالي وويزو واحمد فتحي، والمسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي بلمسة من الصراعات التشويقية اللي هتكون موجودة بشكل كبير جدا خلال احداث المسلسل. وهتدور الاحداث حول شخصية شعبية بيجسدها الفنان محمد سعد، واللي بيدخل في مغامرات يومية مع عصابات كتير جدا داخل الحي الشعبي اللي هو ساكن فيه. المسلسل هيكون من تأليف احمد عبد الله واخراج وائل احسان، وشركة الانتاج هتكون شركة سينرجي للانتاج الفني، وهيتم عرضه على قناة اون. وهيكون المسلسل مكون من 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل وننسى اللي كان، اللي هيكون من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وإيمان السيد وبدرية طلبة وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والأبطال. المسلسل دوت هيكون من أقوى وأهم المسلسلات، وهتكون أحداثه مليئة بالصراعات، لأن القصة هتتسلط على العديد من القضايا أهمها قضايا الورث، وهيكون في تصارع كبير جدا جدا ما بين أبطال المسلسل. بإذن الله المسلسل هيكون من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وهيتم عرضه على شاشة قناة MBC مصر. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل بحجر واحد، اللي هيكون من بطولة الفنان مصطفى غريب، وهيشاركوا في بطولة المسلسل دياب وبدرية طلبة ودينا سامي ورحمة أحمد. وهتكون ديت البطولة المطلقة الأولى للفنان مصطفى غريب في الدراما المصرية. وهتدور أحداث المسلسل حول الدراما الكوميدية حوالين شاب بيتعرض للعديد من المواقف والصراعات في حياته اليومية، واللي بتكون كلها تحت إطار المفارقات الكوميدية. المسلسل بإذن الله هيكون من تأليف باهر دودار وإخراج اسلام خيري، وهيكون من انتاج شركة سينرجي، وهيتم عرض المسلسل على احدى قنوات شركة المتحدة للخدمات الاعلامية. وهيكون المسلسل مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل اشهد يا ليل، اللي هيكون من بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة دينا الشربيني. وهيكون المسلسل من اخراج خالد الحلفاوي وانتاج شركة ميديا هوب واخراج مريم نعومة. واحب اقول لك ان المسلسل دوت هتدور احداثه حول الدراما الاجتماعية، وهيكون المسلسل مكون من 15 حلقة هيتم عرضهم في النص التاني من شهر رمضان. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل عرض وطلب، اللي هيكون من بطولة الفنانة سلمى ابو ضيف. والمسلسل دوت برضه هتدور حول قضية من قضايا المجتمع المصري، وهتتسلط الاحداث على قضايا المرأة وصراعاتها مع الحياة. والمسلسل هيكون من تأليف محمود عزت واخراج عمرو موسى، وهيكون من انتاج شركة المتحدة للخدمات الاعلامية. وهيتم عرض المسلسل على شاشة قناة CBC. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل البخت، اللي هيكون من بطولة الفنان حسين فهمي واحمد عبد العزيز ونسرين امين واحمد وفيق ومحمد لطفي وحسام داغر وعبير صبري ومجدي كامل وهالة فاخر. وهتدور احداث المسلسل حول الدراما السعودية، وهتتناول الاحداث قضايا الطارئ اللي بتدور ما بين عائلات الصعيد. المسلسل باذن الله هيكون من تأليف حسام موسى واخراج معتز حسام، وهيتم عرضه على شاشة قناة النهار في موسم رمضان 26. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل اولاد الراعي، اللي هيكون من بطولة الفنان ماجد المصري، وهيشاركوا في بطولة المسلسل الفنانة هالة فاخر ونسرين امين واحمد عبد الله محمود وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال. المسلسل باذن الله هتدور احداثه حول الدراما الشعبية، وهيكون مكون من 30 حلقة، وهيتم عرضه برضه على قناة النهار في موسم رمضان. وهيكون من اخراج طه زغلول وانتاج شركة ممدوح شاهين للانتاج الفني. وبرضه هيتم عرض المسلسل على شاشة قناة النهار. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل
رمضان كريم الجزء الثالث اللي هيكون معانا بشكل رسمي في موسم رمضان 26، وهيكون المسلسل من بطولة الفنان سيد رجب وصبري فواز وويزو وشريف سلامة وروبي وريهام عبد الغفور وكريم عفيفي ونجلاء بدر وعدد كتير جدا من النجوم اللي شاركوا في الاجزاء اللي فاتت وهيرجعوا ويشاركوا في الجزء الثالث من المسلسل. هتدور الاحداث حول استمرار الحياة اليومية لسكان الحارة المصرية الاصلية في شهر رمضان، وهيركز الجزء الثالث على التغيرات الاجتماعية اللي هتحصل ما بين سكان حارة رمضان كريم، والمسلسل هيبرز الجانب الروحاني والاجتماعي الخاص بالشهر الكريم بالاضافة الى المواقف الانسانية والكوميدية الجديدة واللي هتتعلق بالجيران وسكان الحارة. المسلسل ان شاء الله هيكون من تأليف احمد عبد الله واخراج اسلام خيري وانتاج شركة السبكي للانتاج الفني، وهيكون قناة عرضه وهي قناة DMC، وعدد حلقاته هيكون 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل علي كلاي اللي هيكون من بطولة الفنان احمد العوضي، وهيشاركوا في بطولة المسلسل درة وبيومي فؤاد وخالد سرحان ومحمود البزاوي وعصام السقا ورحمة محسن وسارة بركة ويارا السكري وريم سامي، وهم دولت قائمة الابطال الكاملة اللي هيشاركوا خلال احداث المسلسل، واللي هتدور احداثه في اطار اكشن تشويقي شعبي، ولكنه هيقدم العوضي في شخصيته شخصية مختلفة تماما عن اعماله السابقة. وهتدور الاحداث حول شاب بيسمى علي واللي بيحاول ان هو يتخلص من طبعه الشعبي والانتقال الى وظيفة مرموقة، لكنه هيجد نفسه متورط في صراعات عنيفة مع عصابات كبرى بترجع للمافيا الدولية. والمسلسل هيركز على التحول في حياة البطل والصراع دوت. المسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان واخراج محمد عبد السلام، وشركة الانتاج برضه هتكون شركة سينرجي للانتاج الفني، وقناة العرض هتكون قناة قلنا، وعدد حلقات المسلسل هيكون 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده وهيكون مسلسل عين سحرية اللي هيكون من بطولة الفنان عصام عمر، واللي لسه ما تمش الاعلان عن باقي الابطال اللي هيشاركوا خلال احداث المسلسل، ولكن احداث المسلسل هتدور في اطار كوميدي اجتماعي مع لمسة من التشويق والاثارة، وهتدور الاحداث حول شاب بيكتشف انه بيكون عنده قدرة او عين بتمكنه من رؤية امور غير عادية، وده هيدخله في مواجهات عديدة من المواقف الكوميدية والخطيرة في محيطه الاجتماعي. المسلسل هيكون من اخراج خالد مرعي وتأليف احمد سعد والي، وهيكون من انتاج المتحدة، وقناة العرض هتكون قناة MBC مصر، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل المداح الجزء السادس أسطورة النهاية اللي هيكون من بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدي وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز ويسرا اللوزي وخالد الصاوي وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال. وهتدور الاحداث حول استكمال مغامرات صابر المداح في صراعه الاخير والحاسم مع قوى الشر والجن واللي هيواجهه ابليس، وهيواجه تحديات اسطورية كبيرة جدا هتصل الى اقصى نقاط القوة، وهيكون في اكتشاف اسرار قديمة هتنهي الصراع بينه وما بين الجن. المسلسل هيكون من تأليف امين جمال ووليد ابو المجد وشريف يسري واخراج احمد سمير فرج، وشركة الانتاج هتكون شركة الصباح للانتاج الفني، وقناة العرض طبعا هتكون قناة MBC مصر، وعدد حلقات المسلسل هيكون 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل الكينج اللي هيكون من بطولة الفنان محمد امام ومحمد لطفي وباسم سمرة وياسمين رئيس ومي عز الدين وسيد رجب. والمسلسل هتدور احداثه في اطار اكشن وتشويقي ضخم جدا وهيميل الى الاثارة العالمية، وهتدور الاحداث حول شاب بيتحول من شخص بسيط الى زعيم مافيا دولية بيمتلك نفوذ كبيرة جدا، وهتتناول القصة رحلة الصعود المليئة بالصراعات والانتقام من الظلم اللي تعرض له في الماضي، وهيواجه الكينج اخطر العصابات في مصر والعالم. المسلسل هيكون من تأليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل، وشركة الانتاج طبعا هتكون شركة عبد الله ابو الفتوح للانتاج الفني، وقناة العرض هتكون قناة MBC مصر، وعدد حلقات المسلسل هيكون 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل اب ولكن اللي هيكون من بطولة الفنان محمد فراج وصابرين وعدد كبار جدا من النجوم والابطال. المسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماع درامي انساني عميق، وتتناول الاحداث قصة اب بيجسد شخصيته محمد فراج وبيواجه تحديات غير عادية في تربية ابنائه بعد صدمة كبرى. القصة هتركز على مفهوم الابوة الحديثة والصراع النفسي للرجل في تحمل مسؤولية اولاده بمفرده. والمسلسل هيكون من تأليف مريم نعوم واخراج هاني خليفة، وشركة الانتاج هتكون طارق الجنايني، وقناة العرض هتكون قناة MBC مصر، وعدد حلقات المسلسل هيكون 15 حلقة ان شاء الله. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل اشغال شقة جدا جدا اللي هيكون من بطولة الفنان هشام ماجد واسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد علي ومحمد محمود، وعدد كبير جدا من ضيوف الشرف اللي هيكونوا موجودين داخل احداث
الجزء الثالث من المسلسل. وهتدور المسلسل طبعا في اطار اجتماعي كوميدي ساخر، وبتستمر الاحداث في اطار الحياة الزوجية للدكتور حمدي عبد الرحيم ومراته ياسمين ومغامراتهم اللي مش بتنتهي ابدا. المسلسل هيكون من اخراج خالد دياب، وهيكون من انتاج عبد الله ابو الفتوح وتأليف خالد دياب برضو، وقناة العرض هتكون قناة MBC مصر. وهيكون عدد حلقات المسلسل هو 15 حلقة، وهيتم عرضه في النص الاول من شهر رمضان. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل كلهم بيحبوا مودي، اللي هيكون من بطولة الفنان ياسر جلال وميرفت امين ومصطفى ابو سريع وهدى الاتربي وايتن عامر وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال. وهتدور الاحداث في اطار لايت كوميدي رومانسي اجتماعي حول شخصية مودي اللي بيجسدها ياسر جلال وحياته وسط اسرته واهالي المنطقة الشعبية اللي بيكون قاعد فيها. والقصة هتركز على العلاقات والمواقف المضحكة اللي هتنشئ بسبب جاذبية البطل للجميع، وده اللي هيوقعه في مواقف كوميدية ومحرجة جدا جدا. المسلسل هيكون من تأليف ايمن سلامة واخراج احمد شفيق، وهيتم عرضه على قناة MBC مصر، وهيكون مكون من 15 حلقة ان شاء الله، وهيكون من انتاج شركة عبد الله ابو الفتوح. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل غسيل ومكوى، اللي هيكون من بطولة الفنانة مي عمر واحمد السعدني وماجد المصري وصابرين. والمسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي تشويقي حول سيدة قوية بتحاول تأسيس مشروعها الخاص في غسيل الملابس، واللي هتلاقي نفسها متورطة في صراعات عنيفة جدا والغاز كبيرة بسبب طبيعة عملها الشعبي، واللي هيكشف اسرار الناس. والقصة هتركز على التحديات النسائية في بيئة عمل صعبة جدا. المسلسل ان شاء الله هيكون من تأليف مريم نعوم واخراج جملة ابو ذكري، وشركة الانتاج هتكون شركة الصباح للانتاج الفني، وقناة العرض طبعا هتكون قناة MBC مصر. والعمل هيكون مكون من 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل فن الحرب، اللي هيكون من بطولة الفنان يوسف الشريف، وهيشاركوا في بطولة المسلسل شيري عادل واحمد صلاح السعدني ومحمد رياض. والمسلسل هتدور احداثه في اطار اكشن اثارة وخيال علمي حول عالم متعاقد بيستعد لمخاطرة كبيرة جدا، وهي البحث حول الحرب العالمية الثانية. وهتدور الاحداث في صراعات قوية جدا في اكتشاف قصة الحرب بالكامل. المسلسل هيكون من اخراج احمد نادر جلال، وشركة الانتاج هتكون شركة سينرجي، وقناة العرض هتكون قناة الحياة، وهيكون المسلسل مكون من 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل الرئيس، واللي هيكون من بطولة الفنان عمرو سعد وريهام حجاج وحسن الرداد وصلاح عبد الله. والمسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي حول شخصية الرئيس اللي بيجسدها عمرو سعد، واللي بيتمتع بنفوذ وقوة في بيئة شعبية كبيرة جدا. وهيواجه البطل صراعات كبيرة جدا مع اطراف نافذة، وبيكشف شبكات فساد كبيرة جدا في محاولته للعدالة والانتقام لأهل حارته. والقصة هتعود بعمرو سعد إلى أجواء الدراما الشعبية القوية اللي اتشهر بيها. المسلسل إن شاء الله هيكون من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة الصباح للإنتاج الفني، وهيتم عرض المسلسل على قناة MBC مصر، وعدد حلقاته هيكون 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل القرموطي عامل قلق، اللي هيكون من بطولة الفنان أحمد آدم، واللي هيقدم شخصية القرموطي. واللي هيشاركوا في بطولة المسلسل الفنانة ويزو وهالة فاخر ودينا محسن واحمد التهامي ومحسن منصور. والمسلسل هيدور في اطار كوميدي سياسي ساخر، وهتعود شخصية القرموطي الشهيرة بمغامرات جديدة، واللي هيلاقي نفسه متورط في قضايا اجتماعية وسياسية بتشغل الرأي العام. وهيستخدم القرموطي اسلوبه الساخر والبسيط للتعليق على الاحداث ومواجهة الفساد. والمسلسل هيكون من تأليف احمد شيكو واخراج حسام علي وانتاج وائل عبد الله، وقناة العرض هتكون احدى قنوات شركة المتحدة، وهيكون العمل مكون من 15 حلقة، وهيكون كوميدي ساخر ان شاء الله. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل دهب حر، اللي هيكون من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وهيشاركوا في بطولة المسلسل الفنان محمد سلام واشرف عبد الباقي وهنا الزاهد. والمسلسل هتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي كوميدي، وهتتناول الاحداث قصة شاب طموح بيسعى لتحقيق ثروة سريعة من خلال تجارة الذهب، ولكنه هيكتشف ان طريق الثراء مليء بالمخاطر والمفارقات الكوميدية. والمسلسل هيكون من تأليف ايمن وطار واخراج حسين المنباوي، وشركة الانتاج هتكون شركة السبكي، وقناة العرض هتكون قناة الحياة. وعدد حلقات المسلسل هيكون 15 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل طاهر المصري، اللي هيكون من بطولة الفنان خالد النبوي وشيرين رضا ومحمد ممدوح. والمسلسل هتدور احداثه في اطار دراما تاريخية حديثة واكشن حول قصة شخصية وطنية بيجسدها الفنان خالد النبوي، واللي هتكون مستوحاة القصة من
قصة حقيقية او شخصية تاريخية في فترة من تاريخ مصر الحديث. المسلسل ان شاء الله هيكون من تأليف مريم نعوم واخراج مروان حامد وانتاج شركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والمسلسل هيتم عرضه على قناة اون وهيكون مكون من 30 حلقة. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل سوا سوا اللي هيكون من بطولة الفنان احمد مالك وهدى المفتي، وهيشاركهم في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال، وهتدور الاحداث في اطار اجتماعي تشويقي بيميل الى الدراما الواقعية مع جرعة من الاثارة، وهتدور الاحداث حول علاقة شابين بيواجهوا تحديات صعبة جدا في الحياة، وهتكون استمرار لقصة شخصيات سابقة ظهرت في اعمال اخرى للثنائي هدى المفتي واحمد مالك. المسلسل ان شاء الله هيكون من تأليف مهاب طارق واخراج عصام عبد الحميد، وهيكون شركة الانتاج هي شركة عبد الله ابو الفتوح للانتاج الفني، والعمل هيكون مكون من 15 حلقة وهيتم عرضه على قناة MBC مصر، القناة الناقلة الحصرية لعرض المسلسل في موسم رمضان 26. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل النص الجزء الثاني اللي هيكون من بطولة الفنان احمد امين واسماء ابو اليزيد وصدق صخر وعبد الرحمن محمد وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال، وهتدور الاحداث في اطار فانتازي درامي تشويقي وهي استكمال لاحداث الجزء الاول، وهيركز الجزء الثاني على رحلة البطل احمد امين في عالمه الموازي، حيث بيواجه تحديات جديدة اكثر تعقيدا بتتطلب منه اكتشاف جوانب اخرى من شخصيته والبحث عن الحقيقة الكاملة. والمسلسل هيستمر في تقديم قضايا فلسفية وانسانية عميقة كوميدية، والمسلسل هيكون من تأليف محمد امين راضي والمخرج حسام علي، وشركة الانتاج هتكون المتحدة، وهيكون مكون من 15 حلقة هيتم عرضهم في النص الاول من شهر رمضان على قناة DMC. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل سنة اولى طلاق اللي هيكون من بطولة الفنان ماجد الجدواني وشيرين عادل وبيومي فؤاد وسماء ابراهيم، والمسلسل هتدور احداثه في اطار كوميدي اجتماعي انساني عميق، وهتتناول الاحداث قصة رجل هيلاقي نفسه في مواجهات وصراعات كبيرة جدا في حياته اليومية، والمسلسل هيركز على حالات الطلاق الموجودة في مصر واللي موجودة بشكل كبير جدا وكتير، وهيكون المسلسل مليء بالمفارقات الكوميدية والاجتماعية. المسلسل هيكون من تأليف وائل حمدي واخراج خالد الحلفاوي، وهيكون من انتاج وليد منصور، وقناة العرض هتكون قناة DMC، وهيكون مكون من 15 حلقة هيتم عرضهم في النص الثاني من شهر رمضان. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل الاختيار الجزء الرابع اللي هيكون من بطولة الفنان امير كرارة وشريف منير وشريف سلامة وكوكبة كبيرة جدا من النجوم والابطال، والمسلسل هيدور في اطار وطني اجتماعي وحربي وتشويقي، وهيركز الجزء الرابع على مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الجهود الامنية والعسكرية المصرية، وهتتناول الاحداث بطولات وتضحيات فريق متخصص من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، واللي هتتصدى لعمليات ارهابية كبرى مع التركيز على الجانب الانساني والعائلي للابطال اللي هيواجهوا الخطر يوميا لحماية الوطن. المسلسل هيكون من تأليف باهر دويدار واخراج احمد نادر جلال، وشركة الانتاج هتكون هي شركة سينرجي، وقناة العرض هتكون قناة اون، والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة هيتم عرضهم خلال شهر رمضان ان شاء الله. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل المعلمة اللي هيكون من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، واللي بتجسد شخصية قوية جدا خلال احداث المسلسل، وهي امرأة قوية وحادة بتمتلك نفوذ في حارتها الشعبية بسبب غنائها وسيطرتها عليهم. والمسلسل هيركز على الجانب الشعبي الاستراتيجي اللي بتجسده غادة عبد الرازق بشكل قوي جدا. المسلسل هيكون مكون من 15 حلقة وهيتم عرضه في النص الثاني من شهر رمضان على قناة MBC مصر، وهيكون من انتاج شركة الصباح للانتاج الفني، وهيكون من تأليف رغدة شلهوب واخراج احمد نادر جلال. والمسلسل اللي بعد كده معانا واللي هيكون مسلسل فلوطة اللي هيكون من بطولة الفنان كزبرة، واللي هتدور احداثه حول الدراما الكوميدية، ولسه ما تمش الاعلان عن باقي الابطال اللي هيشاركوا خلال احداث المسلسل، ولكن اللي باكده لك ان المسلسل هتدور احداثه حول الدراما الكوميدية حول شاب بيدخل في العديد من الصراعات لانه بيكون مجموعة من الشبان علشان يعمل بيهم عمل سينمائي ضخم علشان يتشهر بيه وسط الناس. والمسلسل ان شاء الله هيكون مكون من 15 حلقة وهيتم عرضه على احدى قنوات شركة المتحدة، وهيكون من تأليف شيرين دياب واخراج خالد دياب. والمسلسل اللي بعد كده معانا وهيكون مسلسل خلايا رمضية اللي هيكون من بطولة الفنانة جمانة مراد، وهيكون من تأليف مريم نعوم واخراج سعد هنداوي، وشركة الانتاج هتكون شركة البطرس للانتاج الفني. والمسلسل هيكون مكون من 30 حلقة وهيتم عرضه على قناة النهار، ولغاية دلوقتي لسه ما تمش الكشف عن تفاصيل واضحة عن قصة المسلسل حتى الآن، لكن جمانة مراد صرحت بحماسها للعمل
المسلسل، مشيرة ان المسلسل هيكون من اقوى الاعمال وهيتناول قضايا اجتماعية ونفسية معاصرة. وبكده دي يا صديقي بتكون القائمة الرسمية والنهائية لجميع مسلسلات رمضان 2026. وبكده اكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم انزلوا دعموا الفيديو بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في حلقة جديدة، يلا سلام.